أثرت قوتان محصلتان متساويتان على جسمين مختلفين، فإذا كان الجسم الأول كتلته 5 كيلو جرام واكتسب عجلة مقدارها 8 متر لكل ثانية تربيع، وتغيرت سرعة الجسم الثاني من السكون إلى 48 متر لكل ثانية خلال زمن 3 ثواني، فإن كتلة الجسم الثاني تساوي. الكتلتين أثرت عليهم نفس القوة، يبقى القوة المحصلة متساوية. طب القوة بتساوي الام في ايه؟ يبقى اف اللي أثرت على الجسم الأول وهي نفسها اللي أثرت على الجسم التاني بتساوي 5 ضرب 8 اللي هي الكتلة ضرب العجلة هتساوي 40 نيوتن. شكرا. الجسم التاني أنا كده عرفت القوة وعايز الكتلة، يبقى محتاج العجلة. طب هجيبها منين؟ الجسم اتحرك من السكون، يعني السرعة الابتدائية بصفر، ووصل 48 متر لكل ثانية خلال 3 ثواني، يبقى العجلة هتساوي السرعة النهائية 48 ناقص السرعة الابتدائية 0 على 3 ثواني، هتساوي 16 متر لكل ثانية تربيع. ومنها يبقى كتلة الجسم هتساوي القوة اللي هي 40 على العجلة اللي هي 16، هتساوي تقريبا في حدود 2.5 على أساس 40 على 8 فيها 5 وبعد كده على 2 فيها 2.5، يبقى 40 على 16 هتبقى 2.5 كيلو جرام. اختيار رقم ب. إذا تحرك جسم كتلته M من السكون بعجلة منتظمة A فأصبحت كمية تحركه B خلال زمن T، فإنه بعد مرور زمن 2T من بداية الحركة تصبح كمية تحركه. الكتلة M والعجلة المنتظمة A بقت كمية تحركه بتساوي B خلال زمن T. بعد مرور زمن 2T من بداية الحركة كمية التحرك هيبقى أخبارها إيه؟ والله حضرتك إحنا كده عايزين نشوف العلاقة ما بين السرعة والزمن. الجسم بيتحرك من السكون، يعني ال V initial أو السرعة الابتدائية بصفر، يبقى معنى ذلك إن السرعة النهائية هتساوي العجلة ضرب الزمن، ومنها يبقى أنا كده عندي علاقة طردية ما بين ال V final وال T. تمام. يبقى إذا كنت أنا بعد زمن T كانت السرعة بتاعتي V، يبقى لما كان الزمن بيساوي T كانت السرعة بتاعتي V. طيب لما يبقى الزمن 2T أكيد هيبقى 2V، لأن الاتنين علاقة طردية، V1 على V2 هيساوي T1 على T2، يبقى لو الزمن زاد للضعف السرعة هتزيد للضعف. طب ثانية واحدة كده حضرتك، أنا عندي كمية التحرك تتناسب طرديا مع السرعة، يبقى معنى ذلك لو السرعة زادت للضعف كمية التحرك هي كمان هتزيد للضعف، فتبقى 2B اختيار رقم ب. الشكل المقابل يوضح 3 حالات لسيارة كتلتها M تقف لإظهار إشارة المرور اللون الأحمر، فإن ترتيب الحالات الثلاث من حيث أقصى قيمة للعجلة التي يمكن أن تتحرك بها السيارة في كل حالة هو: أقصى قيمة للعجلة هتعتمد على أقصى قوة ممكن تتأثر بها السيارة. فلو افترضنا إن أنا دلوقتي عندي السيارة الأولى وهي واقفة مفيش غير كتلتها فقط، السيارة التانية معاها كتلتها ومعاها كتلة المقطورة اللي هي شداها، يبقى أنا العربية كانت M
بقى معاها كمان ام بقى، فكده الكتلة الكلية بقت 2 ام. فلما أثر عليها بقوة هتبقى العجلة بتاعتها هتقل للنص. يبقى هنا لو افترضنا إن العجلة بتاعتي A، هنا هتبقى نص A ما دام نفس القوة. طيب في الحالة التانية، ده أنا حضرتك كده معايا الحمولة بتاعتها M والمقطورة M، يبقى 2 M، وهي بقت كده إيه؟ M، يبقى كله على بعضه 3 M. يبقى النتيجة النهائية حضرتك معايا هنا كده M 2 M 3 M. يبقى لو هنا كده عجلة اللي هي عكسية مع الكتلة، لو هنا كده عجلة A هيبقى هنا نص A، هيبقى هنا تلت A. يبقى أقصى عجلة، يبقى العجلة بتاعة ال A أكبر من العجلة بتاعة ال B أكبر من العجلة بتاعة ال C. اختيار رقم ب. تعمل الوسادة الهوائية في السيارة على تقليل القوة التي يمكن أن يصطدم بها السائق مع عجلة القيادة، وذلك عن طريق زيادة الوسادة الهوائية تبقى موجودة أمام السيارة، بحيث إن حضرتك مشكورا لما تصطدم بتحصل إيه؟ بتعمل امتصاص للصدمة. طب إحنا قلنا قبل كده امتصاص الصدمة معناه إيه؟ امتصاص الصدمة معناه إنك بدل ما تتوقف فجأة تتوقف بعد فترة زمنية أطول. إزاي؟ يعني لو حضرتك بدل الوسادة كان قدامك الدريكسيون بشكل مباشر، هيحصل إيه؟ هتصطدم بيه، فمعناها إن السرعة اللي حضرتك كنت بتتحرك بيها هتتحول لصفر أو هتتعكس في زمن قليل جدا. ده كده ممتصش الصدمة، فتبقى القوة كبيرة. أما هنا لا، حضرتك أنت كده كده هتتوقف ويمكن ترتد، ما اختلفناش، بس بسرعة أو في زمن أعلى، هتاخد وقت أكتر. ليه؟ لأن ببساطة الوسادة هتاخدك لقدام شوية وبعد كده ترجع بيك، يبقى الزمن بتاعك هيكون أكبر، فالقوة تكون أقل. يبقى من خلال إن هي بتحمي السائق عن طريق زيادة إيه؟ زيادة زمن التغير في كمية الحركة، اللي هي اختيار رقم ج. سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام تتحرك بسرعة 20 متر كل ثانية. ضغط سائقها على الفرامل تتوقف بعد مضي 10 ثواني من لحظة الضغط على الفرامل، فإن أول حاجة مقدار التغير في كمية تحرك السيارة خلال هذه الفترة يساوي. حضرتك مشكورا كتلة السيارة كانت 1000 كيلو جرام، بتتحرك بسرعة 20 متر كل ثانية، دي كده البي انيشيال. يبقى البي انيشيال هتساوي 1000 في 20 ب20000، يعني 2 في 10 أس 4 كيلو جرام في المتر على الثانية. طيب ضغط سائقة على الفرامل تتوقف بعد مضي 10 ثواني، يبقى البي فاينل أنا مش محتاج أحسب حاجة، ده السرعة بقت صفر، يبقى البي فاينل بصفر. يبقى مقدار التغير في كمية التحرك هيساوي إيه؟ المفروض صفر ناقص المقدار ده، فهيديني سالب 2 في 10 أس 4. طب هو بيكلمني على المقدار، احذر، هو بيسألك على المقدار ملوش دعوة بالإشارة، فبناء عليه هختار رقم ب وأنا ضميري مرتاح. مقدار القوة، مقدار محصلة قوى الاحتكاك المؤثرة على السيارة. القوة بتساوي إيه؟ الدلتا بي، التغير في كمية التحرك على الزمن. طب أنا دلوقتي كان 2 في 10 أس 4، ده كده مقدار التغير في كمية التحرك. الزمن كان 10 ثواني، يبقى على 10، يبقى 2 في 10 أس 4 على 10 تديني 2 في 10 أس 3، اللي هي اختيار رقم أ. في الشكل المقابل، قذف شخص كرة معدنية ملساء رأسيا إلى أعلى من فوق كوبري يعبر مجرى مائي، فارتفعت الكرة حتى وصلت إلى أقصى ارتفاع لها، ثم هبطت إلى سطح الماء مرحلة B، ثم غاصت في الماء مرحلة C. فما الترتيب الصحيح لمقدار العجلة التي تحركت بها الكرة خلال المراحل الثلاثة؟ والله حضرتك في الفترة إيه؟ أنا لما رميت الكرة كانت بتأثر بعجلة الجاذبية الأرضية اللي هي مقدارها G واتجاهها لتحت، يبقى مقدارها G واتجاهها فين؟ لتحت. تمام كده ولا مش تمام؟ طيب بعد كده وهي نازلة
كانت برضو تتأثر بعجلة الجاذبية الأرضية اللي هي مقدارها G واتجاهها لتحت. أنا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ عشان في ناس ممكن تقول لك ثانية واحدة يا مستر أنا كنت طالع الأول ب 10 متر لكل ثانية تربيع وأنا نازل بسالب 10 متر لكل ثانية تربيع. لا استنى عندك، العجلة ما بتتغيرش. إن كنا إحنا في المسائل بنقول لك وأنت طالع عوض عن العجلة بالسالب وأنت نازل عوض عن العجلة بالموجب، الكلام ده في حل المسائل بشكل مجازي. إنما عدل ربنا واللي ربنا يعلمه إن حضرتك وأنت طالع العجلة بتاعتك كانت لتحت، وأنت نازل العجلة بتاعتك كانت لتحت برضه. يبقى المفروض يتغير إشارته هي السرعة مش العجلة. بس احنا بنغير إشارة العجلة بشكل مجازي على أساس إن احنا اخترنا إن الاتجاه الموجب يكون لمين؟ للسرعة. لكن في الأساس العجلة دايما لتحت، فبالتالي العجلة دايما سالبة، سالب 9.8 أو سالب 10. فبتبقى النتيجة إيه؟ النتيجة بالنسبة لك إن أنا العجلة وأنا طالع هي نفس العجلة وأنا نازل. يبقى في المرحلة A هي نفس المرحلة B. ليه بقول الكلام ده؟ عشان تيجي تقول لي ده المرحلة A كانت بالسالب، المرحلة B كانت بالموجب، يبقى B أكبر من A. ما حصلش. ال A وال B قد بعض. طيب لما توصل لسطح المية بقى عند المرحلة C، بقى في قوة طفو أو في قوة من المية بتدفع الإيه؟ الكرة وهي نازلة، بتقاوم حركة الكرة أو بتزود الاحتكاك. ففي الحالة دي إيه اللي بيحصل؟ في الحالة دي حضرتك يبقى بقلل من التسارع بتاعي، لأن أنا عندي قوة الجاذبية بتشد لتحت وقوة المية بترفع لفوق. المحصلة بتاعتي حاصل طرحهم هما الاتنين، فهتبقى النتيجة إيه؟ إني بقلل من مقدار القوة المؤثرة. طيب حضرتك قللت من مقدار القوة المؤثرة، بقت النتيجة إيه؟ بقت النتيجة إن العجلة هتقل. طيب يبقى التسارع عند ال A بيساوي التسارع عند ال B، أو العجلة عند ال A بتساوي العجلة عند ال B، بتكون أكبر من العجلة عند C. تمام كده؟ يبقى A بتساوي B أكبر من C، اختيار باء. ضغط سائق سيارة تتحرك شرقا في خط مستقيم على الفرامل لتهدئة سرعتها بانتظام، فإن كمية تحرك السيارة والقوة المحصلة المؤثرة عليها بعد الضغط على الفرامل هما على الترتيب. أولا العربية كانت تتحرك ناحية الشرق، تمام. اتجاه كمية التحرك بيكون نفس اتجاه السرعة. يبقى اتجاه كمية التحرك نفس اتجاه كمية السرعة أو نفس اتجاه الحركة. يبقى العربية شرقا، يبقى كمية التحرك شرقا. القوة المحصلة بعد الضغط على الفرامل، حضرتك انت دايس فرامل يعني قوة احتكاك، يعني قوة بتقلل السرعة، يبقى القوة هتكون عكس اتجاه الحركة. يبقى لو كان حضرتك بتتحرك شرقا أو كمية التحرك شرقا، يبقى القوة بتاعتك هتبقى غربا. يبقى اختيار رقم ج شرقا غربا. يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين كمية التحرك P والزمن T لجسم يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة F ثابتة، فإن مقدار القوة F المؤثرة على الجسم يساوي. أنا دلوقتي عندي علاقة ما بين ال P وال T. الميل بتاعها هيبقى إيه؟ الميل هيساوي دلتا P على دلتا T. دلتا B على دلتا T يعني التغير في كمية التحرك على التغير في الزمن اللي هو بيساوي مين؟ بيساوي القوة. حضرتك عايز القوة، أنا هحسب لك الميل. طب الميل هحسبه إزاي؟ هحدد نقطتين. النقطة الأولى الزمن بتاعها ب4 وكمية التحرك ب60. طب النقطة التانية الزمن بتاعها ب0 وكمية التحرك ب20. يبقى أنا كده معايا 4 60 0 20. الميل هيبقى الواي ناقص الواي على الإكس ناقص الإكس. يبقى 60 ناقص 20 على 4 ناقص 0 هتساوي 10 نيوتن. اختيار رقم باء. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كمية تحرك جسم والزمن، فتكون القوة المحصلة المؤثرة على الجسم. طيب دي كمية تحرك وده الزمن.
خط مستقيم يعني علاقة طردية، الميل بتاعي سالب يعني القوة سالبة. يبقى نفهم كده احنا بنقرا الرسم ازاي. أول حاجة كمية تحرك والزمن، يبقى الميل بيساوي القوة. خط مستقيم يبقى أنا كده علاقة إيه؟ طردية، يعني عندي ميل قوة ثابتة، يبقى أول حاجة كده القوة بتاعتي ثابتة. الميل سالب، ما دام الخط بالشكل ده يبقى الميل بتاعي سالب، يبقى معنى كده إن القوة إيه؟ عكس اتجاه الحركة، يبقى قوة ثابتة سالبة عكس اتجاه الحركة. دي كل المعلومات اللي عندي ليها اللي ممكن يسألك فيها. يبقى أنا هختار إيه؟ منعدمة؟ لا. في نفس؟ لا. في عكس اتجاه الحركة؟ اختيار رقم ج. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين السرعة v لجسم كتلته 80 كيلو جرام يتحرك في خط مستقيم والزمن t، فإن كمية تحرك الجسم خلال المرحلة AB. والله حضرتك في الفترة AB المفترض إن كمية التحرك بتساوي السرعة ضرب الكتلة. الكتلة ثابتة ملناش دعوة بيها، تعالى بقى على السرعة. بمرور الزمن في الفترة من A ل B السرعة بتزيد، يبقى كمية التحرك هتبقى إيه؟ بتزيد. اختيار رقم أ. مقداري القوة المحصلة المؤثرة على جسم خلال المرحلتين B C و C D على الترتيب هما. القوة المحصلة يبقى حضرتك تتكلم في مقدار العجلة ضرب الكتلة. طب العجلة هو بيقول لي أول حاجة كده في المرحلة بي سي السرعة كانت ثابتة، يعني العجلة بصفر، يعني القوة بصفر. دي بدايتي، يبقى رقم ج غلط ماليش دعوة بيها. طيب سي دي هيكون في تغير في السرعة، يعني في عجلة، يبقى برضو رقم أ غلط. تعال بقى نحسب العجلة بتاعتنا. أنا كنت عند السي 80 والسرعة النهائية 100، زمن 80 وزمن 100. السرعة هنا كانت 30 وصفر، يبقى هقول لحضرتك 30 ناقص صفر على ال 30 كان قصادها الزمن صفر، أو آسف ال 30 كان قصادها الزمن 80، يبقى هنقول 80 ناقص 100. اوعى تقول لي 30 ناقص صفر وتيجي بعد كده تقول لي 100 ناقص 80، لا ال 30 كان قصادها 80 والصفر كان قصاده 100، يبقى 30 ناقص صفر على 80 ناقص 100. الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان الإشارة هتفرق. طب ما يا مستر هو عايز المقدار مش عايز يعني مش لازم الإشارة، ماشي، بس تيجي في حاجات تانية تتلخبط وتحل غلط وتودينا في داهية، أنا مش مسؤول. أنا بقول لك من دلوقتي عشان تبقى عارف الصح من الغلط. يبقى 30 ناقص صفر على 80 ناقص 100 هتساوي 30 على سالب 20، يعني هتساوي سالب 1.5 متر لكل ثانية تربيع. طب خلاص حضرتك مفيش مشكلة، يبقى 1.5 ضرب 80 هتساوي تقريبا 120 كيلو جرام متر تربيع ثانية تربيع. يبقى اختيار رقم د 0 و120. جسم كتلته M أثرت عليه قوة محصلة مختلفة، أو أثرت عليه عدة قوى مختلفة على كل على حدة، فتغيرت عجلة تحرك الجسم كما في الشكل البياني. فإن كتلة الجسم هتساوي، الشكل البياني جايب لي الA مع الF، تمام. يبقى الميل بتاعي هيعبر عن ايه؟ هقول لحضرتك ثانية واحدة كده. الميل هيكون ال A على ال F اللي هو ببساطة 1 على M. يبقى حضرتك عايز الكتلة هتساوي مقلوب الميل. طيب يبقى الكتلة هتساوي طبعا أنا طالع من نقطة صفر وصفر، يبقى أقدر أحسبها من نقطة واحدة عادي جدا. بدل ما تقول لي الميل 3 على 30، لا أنا عايز مقلوب الميل، يبقى أقول لحضرتك 30 على 3 هتساوي 10 كيلو جرام. اختيار رقم ج. وزن الجسم يساوي، الوزن بيساوي الكتلة ضرب عجلة الجاذبية الأرضية. مدينا عجلة الجاذبية الأرضية ب9.8، هتضربها في 10 هتديك 98 نيوتن. من الشكل المقابل مقدار
قوة الاحتكاك يساوي. الجسم بيتأثر بقوة 24 نيوتن وبيتحرك بعجلة 3 متر كل ثانية تربيع، والكتلة بتاعته أساسا 5 كيلو جرام. طب ثانية واحدة كده حضرتك، المفترض إن القوة المحصلة الإف توتال أو النت فورس هتساوي الكتلة ضرب العجلة، يعني 5 ضرب 3. طب هي نفسها هتساوي ال 24 نيوتن اللي بتزقه لقدام ناقص قوة الاحتكاك اف فراكشن. طب تعالى كده ننفذ، يبقى قوة الاحتكاك هتروح الناحية دي هتساوي الخمسة في 3 هتروح الناحية دي، يبقى 24 ناقص، لأنها هتروح بإشارة سالبة، ناقص 15 هتساوي كام؟ 9 نيوتن. اختيار رقم ج. الشكل المقابل يوضح جسم X كتلته M تؤثر عليه قوة محصلة F تكسبه عجلة منتظمة A، وجسم آخر Y كتلته 1/2 M تؤثر عليه قوة محصلة 3/2 F فتكسبه عجلة منتظمة. طيب عايزين نعرف العجلة المنتظمة بتاعة الواي. هقول لحضرتك بشكل عام، المفترض إن F1 على F2 هتساوي M1 E1 على M2 2. تعال نعوض. الأولاني القوة بتاعته F، والتاني 3/2 F. 3/2 مقام المقام بسط، يبقى هنا 2/3، والإف هتروح مع الإف. شكرا. هيساوي المفروض الجسم X كتلته M والجسم Y كتلته نص M، يبقى M1 على M2 هيبقى معايا هنا M، وهنا نص M يعني M على 2 مقام المقام بسط، يبقى الاتنين تطلع لي فوق، وطاير الM مع الM يبقى هنا 2/1 ضرب العجلة. هنا حضرتك ال AX ب A وال AY دي اللي احنا عايزين نعرفها. طرفين مع وسطين، يبقى ال AY ضرب 2، يبقى طرفين حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 2 AY هيساوي 3 في 2 ب6، يبقى 6 A على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها ال3، ومنها يبقى ال AY هتساوي 3 A، وكفى الله المؤمنين شر القتال. اختيار رقم ج. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة المحصلة F المؤثرة على جسم ساكن والزمن T، فإذا أصبحت سرعة الجسم بعد مرور 20 ثانية من بداية الحركة 2 متر لكل ثانية، فإن أول حاجة مقدار التغير في كمية تحرك الجسم بعد مرور 20 ثانية. طب ثانية واحدة كده بعد إذنك، أنت جايب لي علاقة ما بين القوة والزمن، صح كده؟ الإف بتساوي مقدار التغير في كمية التحرك اللي أنا عايزها على الزمن، يبقى التغير في كمية التحرك هيساوي إيه؟ القوة ضرب الزمن. طب إذا كانت القوة ثابتة يبقى أنا همشي بالقانون بتاعي عادي جدا، لأن لو كانت القوة متغيرة كنا هنلجأ للمساحة تحت المنحنى. طيب القوة بتاعتي 10 والزمن بتاعي 20، يبقى 10 ضرب 20 هيساوي 200. اختيار رقم ج. كتلة الجسم تساوي، المفروض أصبحت سرعة الجسم بعد مرور 20 ثانية من بداية الحركة 2 متر لكل ثانية. الجسم كان ساكن، يعني السرعة الابتدائية بتاعتي بصفر، يبقى أقدر أقول إن العجلة هتساوي 2 اللي هي السرعة النهائية
ناقص صفر اللي هي السرعة الابتدائية على زمن 20 ثانية هتساوي كام؟ 2 ناقص صفر ب2 على 20 يعني 1 على 10 يعني تساوي 1/10 متر لكل ثانية تربيع. طيب تعالى نفذ معايا بقى كده، معاك القوة، يبقى الكتلة إما هتساوي القوة اللي احنا قلنا ب10 نيوتن على 0.1 يعني هتساوي 100 كيلو جرام. اختيار رقم ج. تبدأ عربة كتلتها 1200 كيلو جرام الحركة من السكون على طريق مستقيم أفقي بتأثير قوة أفقية ثابتة قدرها 7500 نيوتن، فبلغت سرعتها 5 متر لكل ثانية. بعد قطعها مسافة 10 متر فيكون مقدار قوة الاحتكاك المؤثرة على العربة هو. المفترض إن القوة المحصلة بتساوي مقدار العجلة ضرب الكتلة. هو مديني السرعة بتاعتها 5 متر لكل ثانية وهي بادئة من السكون، يبقى السرعة الابتدائية 5 والسرعة النهائية بصفر، ومديني المسافة 10 متر، يبقى معنى ذلك إن أنا هلجأ للقانون التاني للحركة على أساس إن ال V final تربيع هتساوي، طبعا ال V initial بصفر ملناش دعوة بيها، سيبك من الكلام ده يا راجل، 2 AD، ومنها يبقى العجلة هتساوي ال V final تربيع اللي هي كانت 5 هتبقى تربيع على الاتنين ضرب الدي اللي هي 10 هتساوي، يبقى تقريبا كده 25 على 20 هتساوي 1.25 متر لكل ثانية تربيع. ماشي، وصلنا حضرتك كده للعجلة بتاعتنا، يبقى نقدر نقول إن القوة المحصلة عبارة عن العجلة اللي هي 1.25 ضرب الكتلة 1200. الكلام ده بيساوي القوة الأفقية اللي أنا بزق بيها الجسم عشان يتحرك 7500 نيوتن ناقص قوة الاحتكاك اف فراكشن، ومنها يبقى الاف فراكشن هتساوي 7500 ناقص القوة دي، يبقى نقول 7500 ناقص القوة المحصلة اللي هي 1.25 ضرب 1200 هتساوي 6000 نيوتن. اختيار رقم د. في الشكل المقابل رصاصة كتلتها 15 جرام اخترقت قطعة من الخشب لمسافة 5 سنتيمتر حتى توقفت، فإذا كانت سرعتها لحظة اصطدامها بالخشب 100 متر كل ثانية، تبقى دي كده السرعة الابتدائية، فإن مقدار القوة المحصلة المتوسطة التي أثرت على الرصاصة أثناء اختراقها قطعة الخشب يساوي. بكل هدوء الموضوع باختصار إن أنا عندي الرصاصة اخترقت قطعة الخشب، السرعة الابتدائية بتاعتها كانت بتساوي 100 متر لكل ثانية، فضلت تمشي لحد ما وقفت طبعا، يبقى السرعة النهائية بتاعتها كانت بتساوي صفر. المسافة اللي اخترقتها كانت 5 سنتيمتر، طبعا هنحولها لمتر يعني هتساوي 0.05 متر. المطلوب بالشكل ده أول حاجة إن حضرتك تحسب لي مقدار العجلة المتوسطة، يبقى العجلة هتساوي، هنحسبها من القانون الثالث للحركة لسه كنا كاتبينه في سؤال من شوية، هيبقى السرعة النهائية أو السرعة النهائية اللي هي صفر ناقص، طبعا صفر تربيع بصفر ملناش دعوة بيها، ناقص السرعة الابتدائية اللي هي 100 تربيع على 2 ضرب الدي اللي هي 0.05 هتساوي يبقى صفر
ناقص 100 تربيع، أو عذرا 0 ناقص 100 تربيع على 2 ضرب 0.05 هتساوي سالب 100,000. يعني احنا كده بنتكلم في سالب 10^5 متر لكل ثانية تربيع. خد بالك 100,000 تبقى سالب 10^5، مش 10^-5. السالب هنا محطوط في الأول مش للأس. ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة عشان في ناس بتتلخبط في الموضوع ده. تبقى سالب 10^5 متر لكل ثانية تربيع. خلاص حضرتك، الرصاصة بقى المفروض كتلتها 15 جرام، يبقى القوة هتساوي الأنسر اللي طلع معايا على الكالكوليتر هضربه في 15، وطبعا بما إنها جرام يبقى هضربها في 10^-3. يبقى أنسر ضرب 15 في 10^-3 تطلع معايا بسالب 1500 نيوتن. يبقى القوة بتاعتي 1500 نيوتن، والسالب بيعبر عن اتجاه وليس مقدار. اختيار رقم ج. سيارة كتلتها 725 كيلو جرام تتحرك بسرعة 72 كيلومتر كل ساعة، ضغط سائقة على الفرامل لمدة 2 ثانية، فتأثرت بقوة احتكاك مقدارها 2 في 10^-3 نيوتن. أول حاجة التغير في كمية تحرك السيارة خلال تلك الفترة يساوي. مبدئيا القوة المفترض إن هي بتساوي التغير في كمية التحرك على الزمن. يبقى التغير في كمية التحرك بيساوي القوة ضرب الزمن، يعني هتساوي 2 في 10^-3 ضرب 2 ثانية هتبقى 4 في 10^-3. بس خد بالك مادام هنا سوالب، احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا اتجاه، بمعنى ان انا دوست على فرامل، ومادام دوست على فرامل يبقى التغير هيكون بالسالب، لان كمية السرعة بتقل يعني كمية التحرك بتقل. فيبقى لو هتعبر عن القوة صح، القوة هتكون عكس اتجاه الحركة، فهتبقى سالب 2 ضرب 10^-3 ضرب 2 ثانية، فتديني سالب 4 ضرب 10^-3. اختيار رقم د. ناخد بالنا من النقطة الصغيرة دي. يبقى هنا أخدنا السالب لأنه بيقول لي التغير، ما بيسألنيش عن المقدار بقى. الأول كان بيقول لك مقدار التغير في كمية التحرك، أما المرة دي هو عايز التغير في كمية التحرك. ماشي. سرعة السيارة بعد زوال قوة الفرامل مباشرة تساوي. في الحالة دي يبقى أنا حضرتك محتاج أول شيء أحسب العجلة بتاعتي. العجلة اللي هي إيه؟ هتساوي القوة على السرعة، يعني هتساوي سالب 2 ضرب 10^-3. خلاص بقى احنا دلوقتي بنتعامل كل حاجة تاخد اتجاهها الصحيح، على الكتلة اللي هي 725. يبقى هتساوي سالب 2000 على 725 هتطلع بسالب 2.76. يبقى سالب 2.76 متر لكل ثانية تربيع. السرعة بتاعتي الابتدائية معايا، وهو عايز السرعة النهائية. يبقى ال V final بتساوي السرعة الابتدائية اللي هي خد بالك 72 كيلو متر لكل ساعة، هتحولها لمتر لكل ثانية، يعني هتضرب في 5 على 18. يبقى للتحويل من كيلو متر لكل ساعة لمتر لكل ثانية بنضرب في 5 على 18 ناقص المفروض إن هي زائد ال A ضرب ال T، بس أنا المفروض عندي إيه دلوقتي؟ ال A بالسالب، تمام؟ فهتبقى ناقص 2.76 اللي هي زائد سالب 2.76، تمام كده؟ ضرب 2. تعال ننفذ حضرتك. يبقى مبدئيا أول حاجة هنقول 72 ضرب 5 على 18، ودايما يا جماعة التحويلات تحاول بقدر الإمكان تكون حركتك سريعة، مش تعمل خطوة للتحويل وخطوة للشغل. أو هنقول زائد الأنسر على طول، كده كده الأنسر طالع بالسالب، ضرب 2. يبقى حطينا الأنسر عشان النتيجة بتاعتنا تطلع أكثر دقة، فهتبقى معايا 14.48 متر لكل ثانية. اختيار رقم ج.
جسم وزنه W يسقط من السكون سقوطا حرا من قمة مبنى ارتفاعه D ليصل إلى سطح الأرض بعد زمن T، فإن كمية تحرك الجسم لحظة اصطدامه بسطح الأرض تساوي. الوزن بتاعه W بيسقط من السكون سقوط حر، تمام، من قمة مبنى، الارتفاع بتاعي D. طيب بهدوء كده، أنا محتاج أحسب إيه؟ حضرتك عايز كمية التحرك، يعني عايز تحسب السرعة بتاعتي لحظة الوصول. قدامك اختيار من الاثنين، يا اما تحسب السرعه مبدئيا سقوط حر يعني الفي انيشال بصفر. الاختيارات اللي قدامك يا اما على الدي يا اما على التي، يعني حضرتك يا اما تحسب لي السرعه النهائيه على اساس الازاحه، يا اما تحسب لي السرعه النهائيه على اساس الزمن. لو حسبنا السرعه النهائيه على اساس الزمن هنلاقي ان الفي بتساوي جي ضرب تي. طيب ده كده الفي. طب الكتله بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو على جي. ليه؟ عشان المفروض ال W أو الوزن بيساوي M ضرب G. يبقى أنا لما هجيب الوزن على G هجيب الكتلة، يبقى كمية التحرك هتساوي السرعة، السرعة ضرب الكتلة، يعني هتساوي GT ضرب W على G، ودي الجي مع الجي تديني WT اللي هي اختيار رقم ب. طب لو أنا عايز أحلها من خلال قانون اجيب السرعه من خلال الدي، عايز اشوف العلاقه مع الدي هيبقى شكلها ايه. هقول لحضرتك بسيطه، انت عندك الفي تربيع بتساوي 2 جي دي، ومنها يبقى الفي هتساوي 2 جذر 2 جي دي. طيب تعالى لي كده بقى، الام هتساوي دبليو على جي، اضربهم لي في بعض يبقى البي هتساوي دبليو على جي ضرب جذر الاتنين جي دي. هنربع كل حاجة عشان تدخل تحت الجذر مع بعضها، فهتبص هتلاقي مع حضرتك W ضرب أو 2 دبليو دي على جي، دبليو تربيع آسف، يبقى 2 دبليو تربيع دي على جي. جت ازاي؟ جت بإن أنا خليت دي تربيع، فقلت لحضرتك إن البي بتساوي الجذر التربيعي لدبليو تربيع على جي تربيع ضرب 2 جي دي على 1. التربيع هيروح مع الجي ويتفضل معايا 2 دبليو تربيع دي على جي تحت الجذر. ده كده حساب كمية التحرك. يبقى بالدي طبعا هتكون علاقة بعيدة خالص عن الاختيارات، وبالتي هتكون العلاقة رقم ب. الشكل المقابل يوضح كتلتين متلامستين فتكون محصلة القوة المؤثرة على الكتلة الأكبر هي. دلوقتي أنا عندي قوة 5 نيوتن بتأثر على الجسمين 1 كيلو جرام و3 كيلو جرام، وقوة 3 نيوتن عكس الاتجاه. المحصلة بتاعتي هتبقى 2 نيوتن، بس ال 2 نيوتن بتأثر على ال1 كيلو جرام وعلى ال3 كيلو جرام. يبقى مقدار القوة اللي بتأثر على ال3 كيلو جرام لوحدها قد إيه؟ أكيد هتكون أقل من ال 2 نيوتن، فهتكون اختيار رقم ج. لأن القوة دي متقسمة على الواحد والتلاتة. لو كانت القوة 2 نيوتن متأثرة على ال3 كيلو جرام كان يبقى التسارع على قد 3 كيلو جرام، لكن التسارع هيكون على قد الاتنين اللي هي الواحد والتلاتة، يبقى هتكون هي مقدار أقل من ال 2 نيوتن. جسمان متصلان بحبل مهمل الكتلة وموضوعان على سطح أملس، فإذا أثرت قوة خارجية F كما بالشكل تحرك الجسمان معا بعجلة منتظمة، فإن قوة الشد في الحبل FT تساوي. أقول لحضرتك أنا عندي دلوقتي القوة F بتشد المتر M والاتنين M، يبقى معنى ذلك إن العجلة بتاعتي هما الاتنين هيتحركوا بنفس العجلة اللي هي هتساوي كام؟ F على 3M. طيب لو انا بصيت بقى على الجسم M بيتأثر بالاف تي، يبقى الاف تي بتشد الام لوحده. طب بتشد الام لوحده اللي هو بيتحرك بعجلة
قدرها قد إيه؟ قدرها اف على 3 ام. يبقى القوة اف تي هتساوي الكتلة اللي هي ام ضرب الاف على 3 ام. الام هتروح مع الام، يبقى هتساوي اف على 3. اختيار رقم د.